دراسيا، عاطفيا، اجتماعيا. حسام طلقة، حسام طلقة. عمر كاتو بيحارب. انا اياد الموجي. الاسم ده لما بيتقال اهلا بيكم. يعني الصبح بنصحى نشرب كوبايه قهوه ساده عشان نفوق، وبالليل بنتفرج على مروان سري وهو بيزعق عشان ضغطنا يعلى ونموت. ايه اللذه في كده بجد؟ انا النهارده كنت ناوي اعمل فيديو مفيد اتكلم فيه مثلا عن نظريه المؤامره او على جزيره ايبستين، بس اكتشفت ان كلامي عن جزيره ايبستين مش هيفيدكم بحاجه طالما انتوا لسه بتتفرجوا على يحيى عزام وهو بيحسسكم انكم فاشلين. حرفيا بيخليك تقتنع ان انت فاشل تقول له شكرا يا فنان. او اياد الموجي وهو بيقنعكم ان المنطق مات. فقلت انا بدل ما اتكلم عن حاجه مفيده ما انا اقوم افصص الشله دي احسن. يعني لقيت موضوع ما حدش اتكلم عنه قبل كده وممكن يفاير. مش هيفاير عارف. قلت لازم نشوف العبث ده بدأ ازاي. ليه بنتفرج على استوديو الاثنين؟ وحرفيا استوديو الاثنين لو وريته لابويا هيقول لي ايه النكت اللي جايه من التسعينات دي، او ايه الافيهات الغريبه دي، انت منين بقى؟ عند امك. او ليه بيضربوا بعض وهم بيقولوا نكت. بس مع ذلك بنحبهم مع انهم بيعملوا فينا كل حاجه غلط. الفيديو ده ملوش هدف تربوي، يعني مش عايز اقول لك حاجه، انا بس جاي ادعبس معاك في كواليس الناس دي واعرف ايه الكرنج اللي كانوا بيعملوه زمان، ونشوف ازاي الكرنج بتاعهم هو اللي خلاهم يجيبوا الاستوديوهات يصوروا فيها دلوقتي دي. فهات اي حاجه تشربها او تاكلها واقعد اتفرج عشان الموضوع فيه نوش وعبث. يلا بينا نبدا باياد الموجي، او زي ما بنحب نسميه الرجل الذي حارب المنطق بلمبة بوتاجاز. إياد في بداياته كان مجرد واحد مغلول من الدنيا، تقريبا كان عنده اكتئاب من كلية الطب اللي هو فيها. عمري ما كنت موظف في الفيديوهات او عمري ما كان عندي استمراريه. وقرر يفتح الكاميرا ويفرغ شحنته فينا. وعينه داخله لجوه كده تحس انه ضارب حاجه. ريحه بقه توصلك لو بعيد عنه مترين. بصوا الإضاءة دي مش إضاءة يوتيوب، دي إضاءة تحليل في أمن الدولة. إياد كان طالع بلون أزرق مخضر كأنه أفاتار بس من الهرم. إياد بقى مهتم بالكولر جريدنج أكتر من المحتوى نفسه. أنا بقيت بحس إن إياد لو شاف اللي لون التيشيرت مش ماشي مع لون الخلفية ممكن يلغي الفيديو نفسه، أو ممكن يفركش الحلقة ويبيع القناة عادي. يا إياد إحنا حبيناك كنت بكسلات، ما تعملناش فيها دلوقتي يا عمر الموجي. نيجي بقى الأستاذ مروان سري. كابتن مروان ادلدلك السمك. الرجل التربو مروان سري هو اليوتيوبر الوحيد اللي لو قعد هادي دقيقتين ممكن اليوتيوب يبعت له رسالة تحذير من القناة تتقفل. أنا مش بقول كده من فراغ. مروان سري في بداياته كان نسمة، كان حرفيا كيوت جدا عشان بشجع الفريق العرة لعيبه بنتو، لدرجة تخليه يصعب عليك مثلا لو الأرسنال خسر. يا اخي على انفسكم يا اخي الحرام دي واخلاقك الحرام. ايه اللي حصل؟ يعني العروق اللي عندك دي، يعني انا بقيت اخاف اتفرج عليه بسماعه يا جماعه، خايف احسن طبلة الاذن بتاعتي يحصل لها حاجه. والجميل ان مروان سري يقدر يقنعك ان خساره المنتخب او خساره ارسنال اللي هي السبب في المشاكل الاقتصاديه وان الشباب مش لاقي شغل وادمان المخدرات. هو مش بيحلل كوره، هو بيعمل جلسه ذره كرويه، واحنا كجمهور بنقعد نتهز معاه ونتاثر معاه عادي باللي بيحصل. يعني انا حرفيا الوقت اللي بيبقى مروان سري فيه مش قوي جدا على اليوتيوب او مش عصبي هادي شويه بوقف تشجيع برشلونه. حرفيا انا ما بتابعش كوره غير لما اكون بتفرج على مروان سري كل اسبوع. الاثناء اترككم مع نشيد دوري الابطال. انا غلبان يا رب يا رب. نيجي بقى لعمر كاتو بروفيسور البوكسينج وهندسه الهبد اللذيذ. نيجي بقى للراجل اللي حاول القعده بالبوكسر لمحتوى عالمي. عمر كاتو هو اليوتيوبر الوحيد اللي تحسه ان هو مستلف الكرسي اللي هو قاعد عليه واللابتوب ده، كل الحاجات دي واخدها سلف كده عشان يخلص الفيديو. تحس كمان ان البتاعه بتاعت البوكسينج ان هو مستلفها مثلا او حاططها كده بالساعه مثلا، مأجرها بالساعه. صراحه ذكاء كاتو في ان هو كسر هيبه الاستوديو. هو بيطلع يحسسك انه لسه صاحي من النوم، لسه ما غسلش وشه ولا اسنانه، وبيرغي وانت قاعد مسحول معاه. جملة صعبة بتعبر عن معنى واحد حاجة، وإن أنا أكتب جملة صعبة بتكبر كذا معنى، زي مثلا 10 معاني. عشان اعبر عن نفس ال10 معاني دول بجمل سهله كنت احتاج بدل الجمله اللي انا كاتبها 10 جمل، دي حاجه تانية خالص. بجد انا حاسس ان لو عمر كاتو عمل فيديو وهو بيتكلم عن كيس شيبسي مثلا ممكن اقعد مسحول معاه 10 دقايق يعني، ومستمتع يعني مفيش حاجه قاعد باكل. بصوا يا جماعه، كاتو هو السهل الممتنع، هو اللي اقنع الجيل ده انك ممكن تنجح وانت مش عادل شعرك. المهم يكون عندك كاريزما ولابتوب كاميرا موبايل. كاتو ما بيعملش كونتنت، كاتو بيعمل القعده اللي هي بتقعدها مع صاحبك وانت بقالك 6-7 شهور ما شفتوش، او بيعمل معاك قعده لما تلاقي واحد صاحبك في الاتوبيس وتقعد تتكلم معاه. والسر في كده الضحكه الصامته بتاعته، هو بيضحك وانت بتضحك معاه بس مش عارف هو بيضحك على ايه. انت مش عارف هو قال افيه اصلا ولا كان بيشرق ولا كان بيكح، انت مش عارف بس انت بتضحك معاه. ماشي يا اسطى. هو طريقه ضحكه نفسها يعني بتحسسك ان في حاجه حصلت.
بواد كده كنت قابلته في 2017 على قهوه اسمها كشتمر في وسط ناو. الواد ده جه قعد معانا وكانت ريحته في شرب الجبنه، واول 10 ثواني قعدهم قال ان هو ملحد ونباتي 4 مرات. نيجي بقى للسي او بتاع اليوتيوب يحيى عزام، او زي ما بحب اسميه العراب اللي كسب اللعبه وهو حاطط رجل على رجل وبيحكي قصه مش مهم تسمعها. يحيى عزام هو سي او بتاع المجره دي، بتاع الشله اللي انا قاعد بتكلم عنها دي. لو في شركه اتعملت ليهم هيبقى سي او بتاعها هو يحيى عزام. هو اللي بيطلع يقول لك الخلاصه ونهايه الموضوع ببرود، يخليك تحس انك غبي لو ما فهمتش من اول مره. يحيى عزام ذكائه انه عارف يخلي الفيديوهات بتاعته سلعه. يحيى عزام هو الوحيد اللي لو لبس تيشيرت ب 200 جنيه ممكن يحسسك انه تيشيرت براند ولسه نازل من طياره خاصه. هو بيبيع لك الثقه، ممكن يقول لك كلام احنا عارفينه من كي جي 1 بس بيقوله بتون صوت انا بنقذ البشريه، يخليك تقول ياه انا ازاي ما فكرتش في كده. يحيى عزام هو اللي بيدي الختم لاي حد، فين اي حد منهم عايز يعمل لعبه، عايز يعمل سلسله، عايز يعمل بودكاست، بيجيب يحيى عزام هو الاختيار الاول. بصراحه الموضوع مش جاي من فراغ، يعني الراجل بدأ من الصفر وكان هينتحر وفي الاخر بقى كاتب وبقى صاحب لعبه سكرو، بقى جيمر وبقى يوتيوبر بيحكي قصص. يعني ما شاء الله راجل ختم اليوتيوب حرفيا. يحيى عزام هو اللي بيدي لاي حد دخل اليوتيوب الختم، يا اما ده صايع يا اما هباد. يعني حرفيا لو يحيى عزام طلع قال عني ان انا هباد خلاص هعتزل، مع ان هو شخصيا كبير الهبادين الشيك. الفيديوهات كلها بتاعت قصه مش مهم تسمعها، انت مش عارف القصه دي حصلت ولا لا. في اي بودكاست بيجي يقول لك هي حصلت بس ما حصلتش، القصه محققه النجاح ده كله. متخيل ذكاء الراجل ده في الكتابه؟ احنا بنحب يحيى عزام عشان بروده ده اللي بيحسسنا بالامان واحنا بننام. خلاص بتبقى بتنام وبتشغل حاجه قبل ما تنام زي كل الناس عادي. كنت بجد بنام وبتفرج، بعمل اي حاجه حرام قبل ما انام يعني، فبتفرج على تلاقي نفسك اتسحلت معاه ساعه ولا ساعه ونص في القصه. في الاخر يا جماعه انا مش جاي اقول لكم ان الناس دي وحشه او جاي اقول لكم ان هم عباقره مثلا، بس الحقيقه انهم اذكى من ناس كتير. الناس دي بدات بكرنج يوديهم ورا الشمس، ودلوقتي هم اللي بيحددوا ايه اللي يوديك ورا الشمس. الدرس المستفاد يا جماعه من الفيديو ده هو انك تبقى كرنج عادي، مفيش مشكله، كده كده كلنا كرنج والناس هتنسى ان انت كنت كرنج لو نجحت يعني. فمفيش درس اصلا، انا بهبل، انا كرنج اصلا. بس يعني لو عايز تعمل حاجه اعملها. يمكن تلاقي واحد زي قاعد بيعمل عليك فيديو مثلا، واي حد من اليوتيوبرز اللي انا اتكلمت عليهم زعل مني، انا اسف بس الفيديوهات بتاعتكم بجد كانت كرنج جدا. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو على الانستجرام عشان السيستم بتاعي يكبر. ولو ما عجبكش فانت غالبا من الفانز المنحازين، فهقول لك روح اتفرج على فيديوهات يحيى عزام القديمه او اول فيديو لاياد الموجي مثلا. بس كده يا جماعه، سلام. يا رب على المتعة، مش ممكن مش ممكن على المتعة. عايز امثل اعمل ايه بالعوار ده؟ كل ما بتزيد الفجوة ما بينك وما بين الصورة اللي انت بتظهرها للناس بيزيد احتقارك لنفسك. تظهرت صورة عن نفسك ناجح عظيم، في الصورة عمالة تبعد 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 تبعد. الذات الوهمية اللي انت عملتها اللي بتصدرها للناس عظيمة جدا وانت بعيد.